الحضور الكريم الآن مع كلمة السفارة الأريترية بالقائم بالأعمال السيدة ويني غرزغير. بفتصاميت قدات إمباسي ويزورو ويني غرزغير نام مدرخ. زخبركم ذكر سماعتات إرترا نمخبار أبزي تأكيبكم زرلكم إرتراويان تأمات أو ريادن كبابيان لوم مشت عصرت تشعت سنة أملا إرترا بب خبابيو أبقت أرات كتماتاتن حوس ختماتاتن بدرجة هاجر كأ أبرئس ختمانا أسمرا نزخر سماعتاتنا نايشم عسل في يكايدالو صباح أما قابر حربينياتات أسمرا وقعو زخري ككايديو عسرا سنة كبرت على سماعتات سلازخونات ملا هاجر أبرزين زخر حبن بوغنان سماعتاتنا بخبرن حبنن مذكارن أسرهم تختيلنا حضرهم كم إن في الصم نزاعتنا يوم بسعان محداسن نزارزان علت لوم مشت بدرجة ريادن كبابيان نخبر لنا إذا لومي إجرنا ملئنا نرجع عزل لنا مريت أفلبنا نفحنا بخرعات أنا إيرتراويتي نبللو زلنا من النت تمشيونا نستمع روزلنا ناس النت واقع خبور مسواتيو كبحان تصدرا 4-5-6 شوعات تنفاس زخفلا صدرا بيتات وحدات ايكونان كلتا سلسته أبقد ليز تسوء واسدرا أمو حاصل أولاونات ون كندوم كفيلا أدحادون حادئا نقيرا شوعات شومونت تنفاس كبحان تصدرا كفيلا زتسانتا صدرا بيتات اللوانا أبقال سهز بإرترا نفس وكف دقيق تاريخ سنيدة حليفة تاريخ جغننتن تبجاونتن تاريخ صنعاتن مسواتنتن نفس وكف كفال إرترا مريتون أخاوحون بفنجال مدافع تيايتن بومباتاتن كوكوعاتن كتاناخوحن ملاء سمايات إرترا بشتا بارودن قاريتن كعبلوخ تاريخ سنيد والله حزبن سراويتن ون أبو أمرؤو زي حاسس سنبرات قديفو إتا كابن إدحت سنوتا كاب تمهرتان سرحان استسلفت وعرو إتموق حدارو تمهرتون سرحون رحرحو زقسقس حيات كلهم نتصور علامان نوح رأين نيروم مرققات ناصنت دحرناي 30 عامت مرير برتا وقالسي ناصنت هياو كوينا كلتا شوعات خيبلنا جن كابتوم يماناي ايدوم زنبرنا طراي زيكوني حنغيرنا بيت منغست زأتنا يوم غوربيت داغماي ورار داغماي كوينات تفنيونا من اسيات ناصنت ون أسر اياتاتهم قطابيلهم بمحاز بدومو من عصنتون لأولاونت هاجرهم أو حيسهم حلم تسألاتهم أمكينهم زخبركمن جاقانو سماعتاتنا تسنتن موحاس لأولاونتن أبعلامهم بمصنع تراسب كتصورو زي كئل مرير تتساويرهم اتا زي تتكا هيوتهم كوفيون كلو إيرترا بتزخعو وعيدم تخبيران تحافيران كم اتنبر ترتر أين برومن تاريخنا تاريخ صنعاتن مسواتن سلازخوني أبز حلفة 30 عتقا وقال سنا موائل كاب تقادلتي خون سلاماو هزبي دم إيرتراوي زي فساسة الله معالتي كتهولي تخيلنيا أب كلت مدرخات إذ خلي هيوت تخفيلو اللازمة زتعقبتن ناتنتنا محلاوان مكن خانان سماعتاتنا زسكومنا حدرن حلافنتنيو بزي كازي أمت كلو من علام أمن سنعكا محلاون مهنات هاجر سواتنا زقدفوهم سدرابيت متقوار عجوهم علنا لكم مبالون
ካልኣይ ሕድሪ ሰማዕታትና ዘሰክመና ሓላፍነትና እዩ ጥራይ ዘይኮነ ግዴታና እውን እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ህዝቢ ኤርትራ ንኽልቲኡ ዝለበዋ ሰማዕታት ኣኽቢሩ ዝጓዓዝ ህዝቢ ምዃኑ ብግብሪ ዘመስከረ ልኡላውነቱ ዘየድፍርን ስድራ ስዋኣቱ ዝናብን ህዝቢ እዩ ጾር ስድራ ሰማዕታት ጾር መላእ ህዝቢ ኤርትራ ጾር እቲ ሳለኦም ናተይ ዝብለ ሃገር ዝረኸበ ህዝቢ እምበር ጾር መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ተቐማጦ ርያድን ከባቢኣን ኣብዚ ጾር እዚ እጃሞም ንምብርካት ብዘረኣኹሞ ተሳትፎ ምስጋና ይግባኣኩም ዓሚ ኣብ ዕለተ ዝኽሪ 20 ሰነ 2024 ከምዛሎም ምሸት ዝተወፈየ ጥረ ገንዘብን ዝተጠወሩ ስድራ ስዋኣትን ብሓፈሻ ኣብ 2024 ልዕሊ 135,000 ሪያል ብተቐማጦ ርያድን ከባቢኣን ተዋፂኡ ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብዚ 6 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ውንዙፍ ዝጸንሐ መብፅዓን ሓድሽን ኣስታት 120,000 ሪያል ኣታዊ ኮይኑ ሎም ምሸት ን59 ስድራ ስዋኣት ዝጠወሩ ን8 ውዳቤታትን 32 ውልቀ ዜጋታትን ከምቲ ልሙድ ምስክር ወረቐት ተሳትፎ ክዕደል እዩ ካብ 2003 ክሳብ ሕጂ ተቐማጦ ርያድን ከባቢኣን ልዕሊ 9.6 ሚልዮን ሪያል ነዚ ቅዱስ ዕላማ እዚ ኣበርኪቶም ኣለዉ ሓበን ይሰማዓዮም ብጥርኑፍ ብደረጃ ውዳቤታት ከምኡውን ብውልቀ ዜጋታት እዚ ዕረፍቲ ሕልና ዝህብ ተሳትፎ እዚ ካብ ዓመት ንዓመት ዝትርንዕ መደብ ክኸውን ይግባእ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ስድራ ስዋኣት ንምንባይ ተመባፂዖም ዘይተግበርዎ ደጊምና ከነዘኻኽር ነቶም ዓቕምን ክእለትን እንከለዎም ከምቲ ዝግባእ ዘይተዋስኡ ከዓ ነብሶም ክሓኩ ሕልንኦም ክጥይቁ ከም ዝግባእ ክንላቦን ከነዘኻኽርን ግቡእና እዩ ምንባይ ስድራ ስዋኣት ግዴታን ሓላፍነትን ነብሲ ወከፍና እዩ ምኽንያቱ ሰማዕታትና እታ ዘይትትካእ ህይወቶም ከፊሎም ዘምጽኡልና ናጽነት ኩላትና ብማዕረ ነስተማቕራን ንረብሓላን ስለ ዘለና ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ السادة والسيدات في أمسية 19 من يونيو بتقام مسيرة الشموع إحياء وتخليدا لذكرى الشهداء في جميع أنحاء الوطن في المدن والقرى وفي أريافه وضواحيه وعلى مستوى الوطن في عاصمتنا أسمرة وغدا سيقام حفل تأبين رسمي في مقابر الشهداء فالوطن في ذكرى عميقة وحزن بدورنا ها نحن نحتفي بهذه الذكرى النبيلة ذكرى فخر واعتزاز لنجد العهد من أجل تحقيق أمانيهم والمضي قدما والسير على خطاهم والوفاء بوعدهم وذلك على مستوى الرياض وضواحيها فتراب هذه الأرض الغالية التي نسير عليها اليوم بكل ثقة والهوية الأريترية التي نفتقد ونتباهى بها بين الأمم ومناخ الحرية والاستقرار والاستقلال الذي نعيشه على الدوام لم يأتي مجانية بل جاء مقابل الثمن الغالي والضريبة الضخمة التي دفعها شعبنا متمثلة في تضحيات الجسام فقد وهبت الأسر رتل من الشهداء فنجد أسرة واحدة قد أهدت 4 شهداء وأسر قد ضحت ب5 و6 و7 من أبنائها وبناتها مهرا للحرية بل هناك بعض الأسر قدمت 3 شهداء من أجل الحرية ولنجد نفس الأسر قدمت مثلهم من أجل حماية سيادة الوطن وهناك حالات بنجد فيها بأن الأم قد فقدت ابنها الوحيد من أجل هذا الوطن كل لحظة في مسيرة الكفاح المسلح لم تمر دون أن تحمل في طياتها تاريخ بطولات وتضحيات وصمود واستشهاد
وقد سجل التاريخ في كل بقعة من أرض الوطن من وديان وصخور تعرضت لقذائف المدافع وأصوات القنابل، وتعرض سماءها للقذف الجوي، وغطت رائحة البارود أجواء الرحاب. وقد سجل التاريخ بكل فخر وتضحيات الأبطال من الفتيات اللواتي تركن رفاهية العش الزوجي وضحين بالتعليم وانضممن إلى صفوف الثوار، والفارس الذي استغنى عن دفء الحياة الزوجية وقاطع التعليم والوظيفة ليلحق بركب الثوار هو الآخر. جميعهم كانوا يمتلكون الهدف الواضح ورؤية مستقبلية بتتمثل في تحقيق الحرية والاستقلال، وتحقق هذا الهدف النبيل وأصبح الاستقلال واقعا ملموسا بعد نضال مرير استمر لمدة 30 عاما. ولم تمضي أعواما قلائل وتعرضت البلاد لهجوم قادر من جيراننا الذين كنا سندا وعونا لهم، بل حملناهم على أكتافنا حتى وصلوا إلى سدة الحكم، ليقوم شباب الحرية مرة أخرى بتسجيل أروع مثال في الفداء والتضحية اقتداء بإخوانهم، وقدموا أرواحهم مهرا من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وحطموا أحلام المعتدين. المحترمون والمحترمات، حينما ضحوا شهدائنا الأبطال بحياتهم التي لا تعود في سبيل تحقيق الحرية والحفاظ على سيادة الوطن، كانوا على ثقة تامة بأن إريتريا ستظل شامخة تنعم بالعز والكبرياء بفضل دمائهم الطاهرة التي أراقوها من أجلنا. ولأن تاريخنا مليء بالصمود والتضحيات، ففي 30 عاما الماضية من تاريخ الكفاح المسلح لم تمر يوما إلا وشهدت المزيد من البذل والعطاء والتضحية بالدماء والأرواح، سواء من المناضلين أو المدنيين العزل. إن الأرواح الطاهرة التي دفعت من أجل جلب الحرية ومرحلة حفظ السيادة الوطنية بتضع على عاتقنا مسؤولية التمسك بمبادئهم وأهدافهم والحفاظ على سيادة الوطن والعمل على بنائه وتنميته، وأيضا القيام برعاية أسر الشهداء ودعمهم ومتابعة أحوالهم، وهذا ليس مجرد مسؤولية بل واجب يتحتم علينا القيام به. السادة والسيدات، إن الشعب الإريتري أثبت وبجدارة بأنه قادر على تنفيذ توصية الشهداء والحفاظ على سيادة الوطن والقيام بإعالة أسر الشهداء، إيمانا منه بأن رعاية أسر الشهداء لا تقع على الحكومة لوحدها، بل تقع على عاتق الشعب الذي استطاع أن يمتلك وطنا خاصا به بفضل تضحياتهم. وهذا يجب الإشادة بسكان الرياض وضواحيها على جهودهم في المساهمة لأسر الشهداء. ففي العام الماضي في ذكرى الشهيد 20 يونيو 2024 تم التبرع بمبلغ وقدره 135 ألف ريال من أجل إثراء صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي أقل من 6 أشهر من هذا العام تم إيراد مبلغ قدره 120 ألف ريال من التبرعات المعلن عنها مسبقا والجديدة. كما تم إعداد شهادات تقديرية لعدد 31 من المواطنين والمواطنات وعدد 59 من المنظمات الجماهيرية تقديرا لمساهمتهم في دعم أسر الشهداء. وقد تبرع سكان الرياض وضواحيها لهدف المقدس بمبلغ قدره 9,600,000 من الريال، وذلك في الفترة من 2003 وحتى هذه اللحظة، وذلك على مستوى الجماعي والفردي وعلى مستوى المنظمات الجماهيرية. وتمنح هذه المساهمات راحة ضميرية، ويجب أن تتضاعف وتزداد عاما بعد عام. وبهذه المناسبة بننوه لكل من تعهد بكفالة أسر الشهداء أن يفي بوعده ويقوم بواجبه، كما نوصي كل من لديه القدرة
ولم يساهم في هذا العمل المقدس أن يحاسب ضميره ويقوم بواجبه على الوجه الأكمل، لأن رعاية أسر الشهداء والعناية بهم مسؤولية يجب على كل منا تحملها والقيام تقديرا وإجلالا لعطائهم وتضحياتهم التي بفضلها بننعم ونستمتع جميعنا في هذا الوطن، وطن مستقل. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، النصر للجماهير. صنوع في